شي ضايع، لأجل النصر قلوبهم تشجع. فينا ريحة البطولة وفينا ريحة الدوري، وفيها النصر يعلن أنه بطلا لدوري طال انتظاره. اليوم العالم يتوج أمام هذا المنظر، أمام هذا المنظر الجمالي الرائع. هذا المنظر أيها الأحبة هو من دفع النصر دفعا قويا نحو الوصول إلى الذهب. لامس الذهب مرتين، تذكروا في شهرين فقط كأس سمو سيدي ولي العهد، وأيضا بطولة الدوري أمام رجل الإنجاز، رجل يساوي إنجاز بأكمله، سمو الأمير فيصل. النصر لقاءه أصبح يشبه كثيرا للمقصلة، تلك التي تجز الرقاب. رعب، لو قابلنا النصر صراحة يخوف النصر. رؤوس تتطاير، ألم في كل مكان. خوف مستمر، والكثير من البكاء. في كرة القدم تصبح متميزا بعد الركض طويلا، والفرق العظيمة هي تلك التي تحترم من هي دونها. هكذا فعل النصر، ولهذا كان في القمة. النجاح ليس احتكارا لأحد، النجاح ملك لمن يدفع الثمن. عباقرة النصر، فكره وعضلاته، جميع أدواته، لا يحتاجون سوى أن نمنحهم أكثر مما يتوقعون الحصول عليه من جماهير عشقتهم، أحبتهم، رسمتهم في قلب وعين كانت لهم وفاء ووقودا. أنتم الحكاية لمدرج اعتاد عليكم واعتدتم عليه، في صور تغنت بها أصوات المعلقين وابتهجت بها عيون المعجبين. معكم يستحيل للنصر أن يفشل في موقعة الغضب. الموعد لبنة أولى لبناء سلالم المجد للوصول للقمم. إن السفن لم تصنع للبقاء على رصيف ميناء، هي صنعت لتنطلق للبحر، لتصل إلى ما تريد، تتحدى عاصفة وأمواج، مد وجزر، يقودها لاعبون، ركابها أنتم، نعم أنتم. في النهاية
ستصل ضربتك، سيسقط خصمك، ستتلقى التهاني في وقت يتلقى فيه الجميع نعي هزيمته.